في رقم في مرتبك ممكن يبان عادي، لكنه شايل وراه حكاية 9 زيادات كاملة وسنين طويلة من القرارات اللي حاولت تلاحق الأسعار وضغط المعيشة. الزيادة الجديدة للأجور مش مجرد علاوة وخلاص. القانون الجديد منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية 12% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 150 جنيه شهريا. أما غير المخاطبين بالخدمة المدنية فليهم علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى برضه 150 جنيه. بس السؤال اللي يهم كل موظف، هل ده كل اللي هينزل؟ لا طبعا، لأن الحزمة كمان فيها زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيه شهريا، ورفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين لحد أدنى 8000 جنيه لو دخلهم أقل من الرقم ده بعد صرف المنحة. والأرقام بتحكي مشوار طويل. الحد الأدنى كان 1400 جنيه سنة 2017، وبعدها 2000 جنيه في 2019، ووصل ل 2400 جنيه في 21، وبعدين 3000 جنيه في 2022، 4000 جنيه في 2023، و6000 جنيه في 2024، لحد ما وصل ل 8000 جنيه مع بداية يوليو 2026. الخلاصة، ما تسمعش كلمة زيادة وتعديها. راجع مفردات مرتبك، شوف علاوتك وحافزك، قارن دخلك بالحد الأدنى الجديد، لأن أحيانا حقك مش بيضيع في القرار، بيضيع لما ما تراجعش الرقم.